أعتقد أن هذا الوطن سوف يقاوم كل التشوهات التي تحدث من حولنا بالفن وبالثقافة وبالوعي. وأعتقد أن المسرح هو أهم أداة يمكن أن تحقق هذا العمل الوطني وهذا الوعي الاجتماعي والثقافي والإنساني. وبالمناسبة أتقدم لجموع الفنانين وخصوصا في مجال المسرح بفقدان 3 من المخرجين الكبار هذا العام، ابتداء من المرحوم الأستاذ حسن عبد السلام، مرورا بالمخرج الدكتور أحمد عبد الحليم، وانتهاء منذ يومين بالمخرج أحمد زكي. الوطن يقدم شهداء كل يوم، ويقدم نماذج رائعة جدا في كل مجالات الحياة، لكن أعتقد أن المسرح خلال الفترة القادمة عليه دور كبير جدا، سواء مسرح الدولة أو مسرح القطاع الخاص أو أقصد الفرق المستقلة أو مسرح المحافظات في المحافظات أو المسرح الجامعي، وابتداء من المسرح المدرسي. المسرح يعني هو وظيفة إنسانية وحضارية وثقافية تستطيع أن تؤدي وظيفتها بشكل سريع وأن تؤتي ثمارها بشكل أسرع. لسه بقول بعكس مثلا القراءة تحتاج إلى تراكم كبير، لكن المسرح يؤدي الوظيفة بشكل سريع ويتلقى الجمهور الفائدة والوعي بشكل أسرع. ولذلك من المهم جدا أن نعنى بالمسرح خلال الفترة القادمة. وزارة الثقافة عليها دور وطني لابد أن تقوم به، على المجتمع بكل مؤسساته أيضا عليه دور وطني يجب أن يقوم به. وأعتقد أنه أحد الأدوات المهمة لمواجهة القبح ومواجهة التشوه ومواجهة العنف هو المسرح. أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم وأتمنى لكم دورة يعني ناجحة وموفقة، وأشكر كل الأصدقاء الذين قاموا على هذه الدورة، الأستاذ هشام السلطي، صديق الدكتور محمد أبو الخير، كل الأصدقاء الذين عملوا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد والتجهيزات لهذه الدورة التي أرجو أن يشاهدها الجمهور، جمهور القاهرة وحتى جمهور المحافظات. إن شاء الله مصر سوف تقاوم القبح وتقاوم التخلف وتقاوم الجهل بالمسرح، باعتباره أحد الوسائل المهمة في حدوث حالة من الوعي الجمعي لهذا الوطن. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله. فلندعو الدكتور محمد أبو الخير لبدء فقرات التكريم. دكتور محمد.